في بداية الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. دي يونج وظيفتها حشر البني آدمين كل يوم في الأتوبيس وبتشتغل كمسارية، والسواق بيمشي ويسيبها ومفيش مكان تركب أصلا ومش واخد باله منها كأنه سكران. هي شافتها وبتشاور للسواق وأخيرا بياخد باله ويقف. بعد وقت طويل بتاخد نفسها لما عدد الركاب بيقل، وبعدها بتشكر هي ومش عايزة تاخد منها الحساب وبتكون منبهرة بيها لأنها أنيقة جدا. وفي السكن يونج مع أصحابها والمديرة بتيجي وبتقدم هي وبتقول لهم هي القائد الجديد بتاعكم، ودي البنت القديمة وبتحاول تفرض شخصيتها عليها وهي ولا في دماغها. الصبح المدير بيقول ليونج اتدرب هي وبيمدح في يونج وإنها ممتازة في شغلها وبتعرفها الشغل، وبعدها بيهرب 3 من الحساب وبتجري وراهم وتمسك واحد منهم وراح يضربها بالعصاية. جه واحد أخد الضربة على ظهره وبعدها بيلف ويروق عليه، وده بيبقى جاي بيل وبيكون من عيلة غنية جدا، لكن أبوه غبي ومرات أبوه ما تعرفش إلا حب الفلوس، وأخته الصغيرة من الأب بتحبه جدا وبيكون بينهم حاجات كتيرة مشتركة. بيتمرن مع صاحبه وبيلعب بطريقة فيها لا مبالاة وكأن اللي قدامه عيل وزميله بيتصاب، وكان في بطولة هيشارك فيها والمدرب قال لبيل يشترك مكانه وبيلعب مكانه وبيكسب، والمباراة كانت متذاعة على التلفزيون وأبوه شافه والغباء طافح على وشه. في البيت اتغاب عليه قال له دراستك، وبيل قال له الجامعة دي حلمك مش حلمي. في السكن البنت الرخمة طلبت من هي تجيب للسكن كله أكل وبتروح معاها يونج، وبرضه المستفزة مش سايباها في حالها، وفي النهاية هي ويونج ما أكلوش معاهم. الصبح كل اللي في السكن معدتهم باظت، والمستفزة قالت إن هي اللي عملت كده وهددت بالاستقالة، وهي جابتها من شعرها. بالليل يونج قفش البنت بتاكل. منين بقى بايظين ودي بتاكل؟ راحت هي وفتحوا دولابها ولقوا عندها ملين، والبنت صحيت ولمت السكن عليهم، ويونج خرجت الملين وقالت البنت دي اللي عملت فيكم كده، والبنت قالت ده دواء للبرد عادي. يونج قالت هتاخد الدواء ده ونشوف، والكل مستني المسائل تتحرك بعد ما أخدت العلاج فعلا. ويونج بتروح الحمام أكتر من مرة وبتكون مبسوطة إنها كشفت البنت، والبنت قالت إنها عملت كده عشان عايزة تشتغل بقالها أيام في الاحتياط ومحتاجة فلوس، وهي بتمسك جو وقالت لها استقيلي بقى وإلا خليكي في حالك، وروقت عليها ترويقة بسيطة كده. ويونج وهي بيقربوا لبعض أكتر، ويونج قالت نفسها تدخل الجامعة وهي قالت نفسها تكون ممثلة مشهورة وتكون ملكة جمال كوريا. وبيل أبوه معين معاه سواق يراقبه، وصول صاحبه بيتفق مع أصحابهم ويخرجوه من المدرسة من غير ما السواق ياخد باله، وبيتقابلوا مع دوكو اللي بيل كسبه واتصاب وعايز يتخانق مع بيل، وبيل بيروق عليه والشرطة جت وبتجري وراه. في نفس الوقت يونج وهي داخلين السينما وبيل بيدخل ويستخبى، وهي هتصوت لما شافت الجرح قفل بقها، ويونج جت هتصوت هي كمان قفل بقها برضه. هي ضربته وجري منها والشرطة قبضت عليه. في مركز الشرطة أبو بيل خرجه من الموضوع بسهولة لأنه شخص معروف وليه نفوذ كتير، وبيل بيكون محروق من ده. ويونج مش مركزة مع الفيلم أصلا ومشغولة ببيل واللي حصل له، وهي قالت لها سيبك من لبس المدرسة والكلام ده، الواد ده شكله بلطجي أصلا. ويونج شافت نوع الفوطة وبتسأل البنات عن اسم الشركة بتاعتها وما يعرفوش عنها حاجة، وهي مركزة معاها وبالطريقة بتعرف إنها بتحب بيل. وبيل عرف إن دوكو كان عايز البطولة دي عشان الجوائز المادية ويساعد أبوه على سداد ديونه. وبعدها بيل راح يتفق مع أبوه يدخل الجامعة ويذاكر، وأبوه قال له هتاخد دروس خصوصية، وده كان ممنوع في الوقت ده في التمانينات، وده كان مقابل إن هو يشارك في البطولة. ويونج بتكون مشغولة ببيل وقالت لي ارزعيني قلم كده فوقيني من اللي أنا فيه ده، وتروح تقدم في مدرسة ليلية وهي مش عايزة تدرس. ويونج قالت لها عشان تبقي ملك الجمال لازم يكون معاكي شهادة مش بصمجية كده. ويونج بتعرف هي على اخواتها ومامتها، واخو يونج واحد صاحبه غني جاب له شغل وانه يدرس لحد غني في البيت، وطبعا ده في السر لان الشغل ده ممنوع، وانه هياخد مبلغ كويس. وبيكون بيدرس لبيل، وبيرجع البيت اخو يونج وجون صاحبه اللي بيهزر كتير مع يونج وبيتريق عليها لكنه في الحقيقة هو معجب بيها. في السكن بيقعد أبدو بلعبة بتاع هي وبتتضايق إن أصحابها شافوه وبتاخده منهم بعنف، وبعدها بتهزر وقالت إنها عملت كده لأنها بتتدرب على مشهد تمثيلي عادي مش منفعلة. وبيروحوا بعدها المدرسة ويونج بتهدي هي قلم ذكرى ليوم دخولهم المدرسة مع بعض، ويونج بتكون مبسوطة لما بنت بتتعرف عليها في المدرسة وإنها عارفاها في شغلها وإنها كانت بتساعدها قبل كده تركب الأتوبيس. بعدها أم يونج بتقع وهي شغالة، ويونج وأخوها قلقانين على أمهم وعايزينها تكشف، لكن كان كل اللي شاغل بالها العربية اللي بتجرها وهتجيب فلوس للمعيشة منين.
يونج بعدها بتطلب سلفة من الشغل والمدير بيرفض، وراحت لعمها وقالت له هات الفلوس اللي عليك لابويا، قال لها ما انا سددتهم خلاص. وبعدها يونج بتحاول تصلح العربية ومامتها شافتها وبتعيط، وهي بتلاحظ حزن يونج وادتها الدب بتاعه بيكون فيه فلوس، ويونج بترفض. هي قالت ان كل يوم بتقضيه معاها بيخليها سعيدة جدا، وان الوقت بتاعهم ما يتقدرش بتمن، وتقدري ترد الفلوس دي وقت ما تحبي حتى لو على اقساط براحتك، او خليها مثلا مبلغ انا اديتهولك مقابل لو طلبت منك حاجة بعد كده تعمليها، بلاش حتى ترديها على اقساط. ويونج فرحت وقالت هرد المبلغ على اقساط. هي اصلا المبلغ ده كل اللي حيلتها بعد ما ابوها وامها ماتوا، لان اخوها بهدلها، وجمعت المبلغ ده وخلعت، وبتشوفه كتير في شغلها وتستخبى منه. في نفس الوقت تخلت عن المبلغ ده بكل سهولة عشان تفرح صاحبتها، وجابوا عربية جديدة، وأخو يونج بيشكر هي. وجون كان جايب فلوس عشان يساعد مامة يونج، وكان واقف جنب جدار البيت، وأدرك إنه وصل متأخر، وزعل إنه مش سبب في فرحة يونج. في المدرسة في بنت رايحة في موعد غرام وعايزة الفصل كله معاها، وهي قالت يلا يونج نروح نتفرج. ويونج بتكون قلقانة من الحوار ده، وبيروح وبيكون سول جايب معاه بيل، ويونج شافته وتتوتر ودخلت في صمت. بيقعد الشباب والبنات مع بعض وبتعرفوا على بعض، ويونج اللي كانت مش متحمسة بتكون مبسوطة انها قاعدة قدام بيل. وبيل جاي لان سول صاحبه جابه بالعافية، واتفقوا الشباب يغمضوا عينيهم والبنات هتحط حاجات تخصهم، والشاب اللي ياخد حاجة بنت تبقى هي شريكته. ويونج حطت اللي معاها وكانت لبانة واخدها بيل، وبتكون مبسوطة جدا. وسانج اللي وقع مع هي بيكون خايف منها وبيقول لهم دي شخصيتها قوية هتديني بالجزمة، دي زي أمي أنا عارفها كويس. واتفق مع بيل يبقوا هما الأربعة مع بعض بيلعبوا تزلج، وبيل بيلحق يونج قبل ما تقع، وهي بتلعب وشباب بيضايقوها، ويونج بتحدف حاجة بتعمل دخان والشباب بيخافوا ويسيبوها. بعدها بيروحوا مكان وسانج بيقول ليونج عملت عمل بطولي عاش، وبيكون معجب بيها. وهي بتعتذر انها بوظت الخروجه. بيل قال لها ملكيش ذنب، الشباب دول اللي كانوا عايزين يعملوا مشكله. والوقت بيتاخر، ويونج قالت لبيل استمتعت بالوقت معاك النهارده، وبتخلع مع هي. وسانج اتضايق لانه معرفش ياخد رقمها، ويونج لسه في لحظه ما بيل لحقها قبل ما بتتبعتر على الارض وربط لها جزمتها. وسانج بياخد بيل مدرستهم وبيقابلوا بنات اصحاب هي ويونج، وبيعزمهم على ماتش ملاكمه بينهم. وكان سانج متفق مع بيل انه يخسر نفسه قدامهم عشان يظهر انه مفيش منه اتنين يعني. صاحبتهم بتعرفهم بالميعاد، وهي بتبقى مبسوطة عشان يونج، وبتهزر معاها، وفي الفصل بتكون سرحانة وهي بتضحك. وبيروحوا للصالة، والمدرب فاجئ سانج وانه هيلاعب حد تاني، وسانج بيتبعتر بكرامته الأرض وشكله زي الزفت قدامهم. وبيل بيلاعب بطل الوزن التقيل وبيضربه، وهي بتفتكر وقت المشاكل مع أخوها لما كان بيضربها، وقامت وطلعت على الحلبة وصرخت وقفوا الضرب بسرعة. ويونج راحت تجيب لاصق جروح لبيل، وبيل بيقول لي هي عملت كده ليه، قالت له انها كانت خايفة عليه، ودي اول مرة من يوم وفاة امه حد يكون مهتم بيه كده، وده اثر فيه جدا. بعدها يونج بتسألها عملت كده ليه، قالت انها بتخاف من الدم. وبيل بيروح البيت، واخته الصغيرة مبسوطة بيه، ومرات ابوه بتحاول تساعده وهو بيرفض. واخته سيري جات له بألعابها عشان تكشف عليه، وبيل بيفكر فيه. وتاني يوم يونج رايحة لبيل الصالة، ولما بتشوف سانج معاه بتخلع. لما بتروح البيت بتعرف ان مامتها شغالة دوام جزئي في مطعم ولسه ظهرها تعبان، وراحت لها وقالت لها تروح، وبترفض وبتقع على الارض وبتشيلها، وبتحاول ان هي تلاقي تاكسي في الشارع مفيش حد بيقف لها. وبيل شافها اخدها في عربيته وكان معاها في المستشفى اليوم كله، والعملية نجحت، ويونج بتعيط وبتمسح دموعها عشان اخواتها الصغيرين. وبيل بيتأثر بمعاناتها وادالها الكاب بتاعه عشان تغطي ملامحها. وبعد ما يونج بتطمن على مامتها، بيل بيمشي، ويونج بتجري وراه عايزة تعترف انها بتحبه لكن مش بتتكلم، وبيل بيديها رقمه، لكن المفاجأة انه مش ليها، قال لها تديه هي. ويخلص الملخص.